اهو. بسم الله ما شاء الله. السلق مع الكزبرة مع الهريسة، حتة هريسة حمرا كده، ريحتها تحفة. شوف طعمها ازاي اهو. القلقاس يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حطي بقى الايه الحفات، ثانية واحدة يا ريت تخليكم كده معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلق مع الكزبرة بصوا موديها في حتة تانية خالص خالص خالص. كزبرة ناشفة مع الثوم مع حتة هريسة اهو. بسم الله ما شاء الله. هتشوحي كويس كده، نشفت منه المية بتاعته اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وده كان الفيديو يا جماعة بتاع النهاردة. تابعونا، هتلاقونا كل يوم فيديو جديد، يوميات وفاء ودينا اهو. الفراخ في الفرن اليوم النهارده. مش مهم ان انا اوريكم بقى الفراخ، انا حبيت اوريكم الايه الكبشه بتاعت الايه القلقاس. بسم الله ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم. طريقه القلقاس ان شاء الله تكون سهله عليكم خالص اهو. تابعونا هتلاقونا مع حوا. عملنا رز بشعريه لو بيبقى تحفه جنبه اهو. وادي القلقاس اهو. يا رب يعجبكم، يكون الفيديو سهل وطريقه القلقاس سهله، وهو موجود دلوقتي في السوق. بقول لكم ايه، استنونا وهتلاقونا كل يوم ان شاء الله فيديو جديد في يوميات وفاء ودين. اقول لكم ايه، سلام عليكم. نغرف بقى ونجهز السفرة الاكل مع الفراخ والرز بشعريه والفراخ في الفرن. ايه رايكم؟ السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. فيديو اول السنة الجديدة بقى بتاعت القلقاس اهوت. بسم الله ما شاء الله. اول مرة اعمله اهوت. شفت اصدقاء كتير جابوه عملوه، لسه ظاهر في السوق بقاله شوية كده بس ابتدى يستوي اهو. هنعمل قلقاس وهنعمل ايه فراخ اهو. انا جايبه واحده بس، ليه؟ لو جبت اتنين هيبقى كل واحده سوى شكل، فانا ما بحبش بصراحه كده. بحب اجيب هي قلقاسيه واحده اهي. يعني وزني واحده عشان تبقى سوى واحد. هتجيب اتنين كل واحده ايه، واحده تستوي واحده ما تستويش، لا. فانا ما بحبش بصراحه كده، عشان كده بجيب هي قلقاسيه واحده اهي قدامكم. واهم حاجه للقلقاس السلق والكزبره اهو. السلق والكزبره والثوم. السلق والكزبره والثوم هو ده اللي انا ايه بعمله. هنعمل السلق بقى، ممكن تخرطيه بالمخرطه، ممكن تضربيه في الخلاط، تضربيه في الكبه، وبصفيه. انا بعمله كده بصراحه، بضربه في الكبه او في الخلاط وبصفيه خالص التفل بتاعه بالمصفى. وباخد التفل برضو بشوحه كده بمعلقه سمنه وتوم على النار للقلقاس. كل واحد وليه طريقه يا جماعه في عمايل القلقاس. الطريقه اللي بتعجبك هتعمليه بيها طبعا. انا بعمله بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. دلوقتي انا ايه هجهز القلقاس. بقطف الكزبره دي خالص الورق بتاعها بس، وبرده نفس الحكايه السلق بتاعه اهو. بغسله وبسيبه، وبعد كده ايه هضربه انا في الايه في الخلاط وبصفيه. وممكن اخرطه بالمخرطه برده زي الملوخيه كده خالص، بس بتنعميه قوي اهو. الطريقه اللي تعجبك هتعملي القلقاس بتاع النهارده بيها اهو. كل شيخ وليه طريقه، كل شيف وليه ايه طريقه اهو.
فانا معاكم النهارده مع القلقاس وايه والفراخ. ابدا انا دلوقتي اقطع القلقاس اهوت واجهز السلق بتاعه والخضره بتاعته. ده اهم حاجه ان انت هتعملي ازاي. اهو هنبدا دلوقتي ونشوف هنعمل القلقاس ازاي. اهو بصوا طريقه القلقاس، ان انت تقطعي القلقاس كده. بصوا عامله ازاي، سهله جدا اهو. بصوا بصوا عامله ازاي، سهله بقى في تقشيرها، مش كبيره على ايدك خالص اهي. حبيت اوريكم تقطيع القلقاس عامل ازاي اهو. هتمسكيها تقطعيها كده، وبعد كده ايه واحده واحده هتبتدي تقشريها اهو. شايفينها عامله ازاي اهي، بسيطه خالص ان انت تقطعي القلقاس كده اهو. حبيت اوريهولك. بصي برضو الطريقة اللي تريحك، بس الطريقة دي سهلة ومش هتبقى تقيلة على ايدك. تقطيع القلقاس كده مش تقيل خالص على ايدك. بصوا عامل ازاي، واحدة واحدة على طول هتقشريها بقى بس كده وتقطعيها بقى. عندك القطاعة هتقطعي ايه، هتقطعي عليها اهو. عملت السلق في الخلاط وهصفيه اهو. ضربت انا السلق بالكزبره في الخلاط وحطيته معاهم بيتصفوا. بصوا اهو. باخد انا بقى ده خالص لما يتصفى خالص ويتعصر خالص، باخده بقى بمعلقه سمنه بحته توم حلوه كده، شويه كزبره، وبشوحهم كده وبحطهم تاني في قلب حله القلقاس. بس انا سايباهم بصوا اهو يتصفوا خالص اهو. وده بحطه برده في الشوربه مع السلق اهوت. وادي الفراخ لسه ايه حاطين عليها ملح تتصفى. القلقاس بقى اهو مفيش حاجه، انا ما بعرفش بصراحه، لازم اغسله كويس قوي بميه سخنه. بصوا الميه السخنه اهو، تدعكيه بقى. الميه السخنه انا مش قادره احط ايدي فيه، لا تدعكيه قوي قوي قوي. بصوا اهو انا بتنين ادعك فيه كده لحد الزملقه اللي فيه دي خالص ما تروح. افتحي عليه الميه السخنه ينزل بقى كل اللي فيه. انا ما اعرفش بصراحه اعمله ولا كده عشان ما يبقاش فيه ريم مع الشوربه ولا مع السلق خالص لما انا ابقى اعمله. بصوا كده بصوا بين كل اللي نازل فيه ده الزملقه بتاعته ديت. ممكن تعمليه بفوطه زي ما هما بيعملوه في كذا طريقه بصراحه، بس انا الطريقه دي بحب انا اعملها بالفوطه كده وهو ناشف، تقعدي تمسحي فيه قوي وتنضفيه. لا انا بعمله كده اهو، ميه سخنه قوي اقعد ادعك فيه. بصوا لحد ما ابقى ماسكاها في ايدي كده ما فيهاش اي حاجه خالص اهو. وبعدين برضو الطريقه اللي انت عايزاها اعمليها، اللي بتحبها تعمليها اهو. هخش انا دلوقتي بقى ايه على الفراخ اعلقها علشان اخد ايه الشوربه بتاعتها، وهعملها للقلقاس.